بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحمد لله. هذه سورة العاديات. أقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالعاديات وهي الخيل التي تعدو في طلب العدو ضبحا، وهذا هو صوت أجوافها إذا عدت. الضبح هو الصوت الذي يخرج من الخيل عندما تعدو، لها صوت معروف يعرفه من يمارس رياضة ركوب الخيل. قال فالموريات قدحا، إذا ركضت فإن حوافرها تحتك بالأرض فتقدح، توري النار، ترى الشرر من ضرب رجلها بالأرض بالحجر والحصى. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، التي تغير على الأعداء في أول الصبح. فأثرن به أي بمكان عدوهن، أثرن به نقعا أي غبارا ثار بسبب عدوهن وحركتهن واضطرابهن. فوسطن به جمعا أي توسطن جمع المقاتلين. وقد اختلف الناس هل العاديات هنا هي الخيل أو الإبل. أكثر المفسرين وجمهورهم على أنها الخيل، لأن العدو والضبح والإيراء كلها من صفات الخيل. وقال علي بن أبي طالب وجماعة إنها في الإبل. وعلى كل لا يضير، سواء أقسم الله بهذه أو بهذه. ما هو جواب القسم؟ قال الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود. أقسم بهذه وهي العاديات إذا خرج منها الصوت وأورت النار وأغارت في الصبح وأثارت الغبار وتوسطت الجمع، أقسم على أن الإنسان جحود لنعم ربه. وهذه حقيقة، فإن الإنسان أشد شيء كفرا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قتل الإنسان ما أكفره أي ما أشد كفره. فإن قلت ما مناسبة أن يقسم الله سبحانه وتعالى بالخيل على كفر الإنسان؟ قلنا الخيل شديدة الوفاء لمن يسوسها ويقوم عليها، فإذا أطعمتها وأعلفتها وقمت عليها ورعيتها ثم ركبتها لتغزو عليها العدو فإنها تفعل كل شيء من أجلك. ترى السيوف مصلته والدماء والأشلاء ولا تبالي، تخوض بك غمار المعركة وفاء لك وأداء لحقك. أنت أطعمتني وأكرمتني وأحسنت إلي، أنا اليوم ما أخليك ولا أهرب من المعركة. هذا الخيل، هذا الحيوان البهيمة. لماذا أنت يا ابن آدم يطعمك ربك ويسقيك ويحييك ويعطيك ويمنحك ويحبوك، ثم إذا طلب منك طلبا يسيرا أبيت وجحدت وكذبت وتوليت وأعرضت؟ أالبهيمة خير منك؟ أفيها من الوفاء والشكر لمولاها أكثر مما فيك؟ تبا لك. ولذلك قال الله عز وجل إن الإنسان
لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. هو يشهد على نفسه بهذا، بأنه هذه النعم كلها من الله، ومع ذلك هو لا يعبد الله. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. هذا الإنسان محب للخير، يحب المال، شديد الطلب له، ويعلم أن المال كله والخير كله ما يأتي إلا من الله، ومع ذلك لا يصرف منه شيئا لله، فالله يمنحه وهو يمنعه، فلا يصرف منه في الخير شيئا. قال الله عز وجل مبينا مشكلة هذا الإنسان، وهي أن قلبه فيه جحود ونكران للنعم، ولذلك العذاب يذهب إلى القلب. قال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أفلا يعلم هذا الإنسان الجحود أنه في يوم ما ستبعثر القبور ويبعث الناس منها ويحصل ما في الصدور. ماذا في صدرك؟ أهو حب ربك وشكر نعمة الله عليك، أو هو حب الدنيا والمال والسعي في طلبها والسعي في شيء لا يبقى لك ولا يرحل معك إلى الدار الآخرة؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. عندها يكتشف الإنسان أنه كان مقصرا في شكر نعمة الله عز وجل. قال الله إن ربهم بهم يومئذ لخبير. تأملوا أنه قال بهم لخبير ولم يقل لخبير بهم. بهم هم، كأن الخبرة كلها فيهم. إن ربهم بهم، وهذا لون من ألوان التخصيص والحصر، كأنه بهم لا بغيرهم. يومئذ لخبير، فهو يخرج مثاقيل الذر من حركات قلوبهم. ماذا كنت تنوي بكذا؟ ماذا كنت تقصد بكذا؟ يوما وقر في قلبك وقع أن فلان يريد ويحسن، ونويت نية الشر، وحصل في صدرك التكذيب برسول الله والتكذيب بآيات الله. هذا في يوم القيامة يحصل ويؤتى به. من الذي يحصله؟ الخبير. والخبير يختلف عن العليم. العليم الذي يعلم الأشياء، والخبير الذي يطلع على دقائق الأمور. ولذلك ما تأتي الخبرة في القرآن إلا في الأمور الدقيقة. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لأن البصر ما يكون من سيئة فيه لا يطلع عليها أحد ولا يعلم بها أحد إلا الله، فيمكن أن تجلس ترى شيئا لا يرضي الله ولا أحد يعلم من عباد الله، ولو بطرف عينك تجلس تنظر ما أحد يطلع ولا يدري، بل قد يرى الناس أنك ترى شيئا طيبا وأنت جالس ترى شيء خبيث. فالله في تلك الحالة يطلع عليك ويرى ما أنت صانع.